يا اهلا بيكم. هنكمل رحلتنا مع الالوان وعلاقتها بالمشاعر وكمان الاعراض الجسديه، الامراض. في الفيديو اللي فات عرفنا ان الازرق مرتبط باعضاء، مرتبط بمشاعر، والاخضر كمان مرتبط باعضاء ومرتبط بمشاعر، مشاعر مرتبطه بالقيمه وقله التقدير وهكذا. النهارده هنكمل مع بعض الخريطه مع لونين مهمين جدا اساسيين في الحياه، الاحمر والاصفر. اللون الاحمر هو لون الحيويه، لون القدره، الشغف، التحولات، تحسه كده زي لون النار. اللون الاحمر ده بيدي احساس بطاقه قويه جدا، وعشان كده هيبقى مرتبط دايما بالاعضاء المرتبطه بالقدره اللي بتخليك قوي، اللي بتخلي عندك قدره، بتخليك تقدر تتحرك. زي ايه دي؟ زي الدم، زي العضلات، زي الاربطه، زي العظم. كل الحاجات دي هي اعضاء مرتبطه بالقدره، وبالتالي المشاعر اللي هتاذي الاعضاء دي هي مشاعر ضد اللون الاحمر. المشاعر دي هتبقى فيها ضعف، هيبقى فيها احساس بالعجز. المشاعر المرتبطه باحساس انه انا مش قادر، انا ضعيف، انا مهزوم، يعني الدنيا جايه عليا، حاسس كده ان انا يعني ما عنديش اي قدره خالص. المشاعر دي هي مشاعر مؤذيه جدا للاعضاء المرتبطه بالقدره، زي ما اتفقنا كده الدم والعضلات والعظم وخلافه. عشان كده الشخص اللي ممكن يحس بالعجز هو شخص معرض جدا لامراض الدم، زي بقى الضغط المرتفع او المنخفض، زي اوجاع العضلات، زي اوجاع العظم، زي الكسور المستمره. وعشان كده ننتبه لما نلاقي عندنا امراض متزامنه كتير تخلصش مرتبطه بالعظم او العضلات او الدم، ده معناه انه عندنا مشاعر كتير قوي مرتبطه باللون الاحمر. وخليك فاكر دايما ان الاحمر زي النار، لو مشاعره اتوجهت صح هتدفي، هتقوي، انما لو خرجت عن السيطره هتحرق. نروح للون الاصفر، دلالاته والمشاعر بتاعته. الاصفر هو لون الحريه، البراح، لون التطوير والابداع، لون الحكمه. الاصفر معناه ان في بروسيس بيحصل، ان في اجراءات، ان في عمليات، ان في تحويلات. عشان كده الاعضاء المرتبطه باللون الاصفر في الجسم هي الاعضاء الوظيفيه، زي الجهاز الهضمي، زي المعده، زي كل الاعضاء الوظيفيه. المشاعر بقى اللي بتاذي اللون الاصفر هي المشاعر اللي ضد القيم بتاعته، ضد الحريه، ضد التطوير، ضد الابداع. المشاعر دي هي مشاعر الغصب، مشاعر التكتيف، مشاعر فقدان الحريه، مشاعر ان انا ما عنديش اختيار، مغصوب على حاجه. المشاعر دي كلها بتأثر كتير على الجهاز الهضمي وخصوصا المعدة، وبتكون داعم لأمراض زي القرحة أو عسر الهضم أو خلافه. وخلينا دايما منتبهين إنه كل ما كانت الأعراض زيادة كل ما كانت المشاعر كبيرة وحجمها كبير وبقى لها فترة كبيرة جدا موجودة جوه جسمك. اوعى تفتكر إن العرض أو المرض هيظهر فجأة، مش ممكن. الجسم عنده قدرة احتمال عالية جدا خصوصا للمشاعر. خلينا نجرب التمرين ده وخصوصا مع اللون الأصفر. كل ما يكون عندك حاجات مرتبطه بالوظيفه حاول تعمل معانا التمرين ده. غمض عينك وتاخد النفس واستمتع تماما بسريان التنفس جوه جسمك. وانت في الحاله دي شوف اكتر عضو بيعاني من خلل في الوظيفه بتاعته، شوف اكتر عضو في الحاله دي محتاج النور الاصفر. دخل النور الاصفر، وصله للمناطق المصابه خصوصا لو كانت في المعده او الجهاز الهضمي. مع كل شهيق اسمح بسريان النور جوه جسمك، حس بيه وهو بيخرج كل مشاعر الغصب من جسمك وبيملى جسمك بترددات وطاقة الحرية. التمرين ده مهم جدا وخصوصا لما تستخدمه مع اللون الأصفر. أنا لا أدعو الجميع يعني إن هم يستخدموا اللون الأحمر، وخصوصا مرضى بالضغط، يعني لأنه اللون ده في الحقيقة طاقته وتردداته بترفع دايما ضغط الدم. استخدموا اللون الأصفر لما يكون عندكم أي مشاكل وظيفية. عايزك بقى تلاحظ جسمك وتشوف وقت الغضب اللي بتحس فيه بانك عاجز وده بيخلي دمك يغلي وشك بيحمر، تعرف ان ده على طول اثر مشاعر اللون الاحمر. تحس كمان ان وقت القلق والتوتر وتحس انك مغصوب هتحس دايما بمغص. عارفين دايما الحاله اللي كان دايما ولادنا وهم طالعين المدارس الصبح اول ما تصحيه من النوم عشان ينزل المدرسه يقول لك انا بطني بتوجعني، بطني بيوجعني، تعرف ان هو مغصوب ان هو يروح المدرسه. جسمك بيتكلم معاك بالالوان وكل عضو ليه رسالته الخاصه. احنا دلوقتي عرفنا الخريطه اللونيه كامله. الازرق ده اللي بيأثر على الاعضاء المرتبطه بالاغشيه، المرتبطه بالجهاز التنفسي. الاخضر مرتبط بالاعصاب، الاحمر مرتبط بالدم والعظم والعضلات، وكمان الاصفر مرتبط بالجهاز الهضمي عموما وكل الاعضاء المرتبطه بالوظيفه. الفيديو الجاي هنتكلم عن تكويد المشاعر، ازاي نحول التجربه الشعوريه لاكواد رقميه تسهل علينا التشخيص والفهم.